ميركاتو شبيبة القبائل قد يتغير رأسا عن عقب في الساعات الأخيرة بعد مباراة اليوم لشبيبة القبائل أمام الملعب التونسي. خرج المدرب كريم بالحسين بقناعة واحدة فقط قد تغير كل ميركاتو شبيبة القبائل. المشكل ليس في نتيجة التعادل ولا في نتيجة المباراة التحضيرية، المشكل الحقيقي ظهر في مستوى بعض اللاعبين لدرجة أن شبيبة القبائل قد تجد نفسها في ورطة حقيقية مع بداية الموسم إذا لم تتحرك الإدارة وبسرعة. والأخطر من ذلك أن الحديث لم يعد عن صفقة وصفقتين فقط، وقد تفرض على الإدارة القيام بثورة حقيقية في التعداد قبل غلق الميركاتو. فماذا اكتشف المدرب بالحسين بالضبط؟ ومن هم اللاعبين والمراكز التي أصبحت شبيبة القبائل مطالبة بتدعيمها؟ وهل نشاهد في هذه الأيام القادمة مفاجآت جديدة في ميركاتو شبيبة القبائل؟ تابعوا معنا الفيديو للنهاية لمعرفة كل التفاصيل. ما حدث اليوم في مباراة شبيبة القبائل والملعب التونسي لا يعني أن شبيبة القبائل أصبح فريقا ضعيفا، ولا يعني أن كل شيء أصبح سلبيا. بالعكس، هناك لاعبين أظهروا مستوى جيد وهناك عناصر يمكن أن تكون مهمة جدا خلال الموسم الجديد. المجموعة ككل ما زالت ناقصة، لأن المدرب بالحسين عندما يشاهد فريقه في مباراة تحضيرية فهو لا ينظر فقط إلى نتيجة المباراة، المدرب ينظر إلى تفاصيل أخرى: كيف يتحرك اللاعب بدون كرة، كيف يتصرف تحت الضغط، هل يعرف متى يمرر، هل يستطيع الخروج بالكرة، هل يفهم دوره التكتيكي، وهل يوجد لاعب آخر قادر على تعويضه إذا غاب. هذه التفاصيل هي التي تجعل المدرب يكتشف أن هناك فرقا بين امتلاك لاعبين جيدين وامتلاك فريق متكامل قادر على المنافسة. في جديد شبيبة القبائل اليوم، النقطة التي يجب أن يتوقف عندها الجميع هي أن الفريق لا يحتاج فقط إلى أسماء جديدة، الشبيبة تحتاج إلى نوعية، تحتاج لاعبا عندما يدخل إلى أرضية الميدان تشعر مباشرة أن مستوى الفريق ارتفع، أي لاعب احتياطي ينافس الأساسي، والجمهور ينتظر فريقا ينافس بقوة، وبالتالي لا يمكن الدخول إلى المنافسة بتعداد فيه نقائص واضحة. ولهذا فإن تدعيمات شبيبة القبائل قبل غلق الميركاتو لم تعد مجرد رغبة من الجمهور، بل أصبحت مسألة تحتاج إلى دراسة جدية من الإدارة والجهاز الفني. وكما أشرنا إليه في فيديوهات سابقة، النقص لا يعني أن الإدارة تتعاقد مع أي لاعب متاح، لأن أسوأ شيء يمكن أن يحدث هو أن تتعاقد شبيبة القبائل مع عدة لاعبين وبعد أسابيع نكتشف أن المشكلة ما زالت موجودة. الأفضل صفقتان أو ثلاثة من مستوى عالي على أن تكون هناك إضافة حقيقية، لأن المشكلة التي ظهرت اليوم ليست جديدة تماما. من تابع شبيبة القبائل في الفترة الماضية يعرف أن هناك حديث مستمر على ضرورة بناء مجموعة قوية، لأن المدرب يحتاج إلى الوقت الذي يفرض أفكاره، ويحتاج أيضا إلى لاعبين قادرين على تطبيق هذه الأفكار. المدرب الحسين يريد فريقا قادرا على المنافسة وليس مجرد فريق يملك أسماء كبيرة، يريد حلولا في كل مركز، يريد بدائل، يريد منافسة داخل المجموعة، والأهم أنه يريد أن يدخل الموسم وهو يعرف أن لديه أكثر من خيار في كل مركز. من جهة أخرى، جمهور شبيبة القبائل يعرف أن فترة التحضير ليست للحكم النهائي على الفريق، لأن الجميع يعرف أن الفريق الذي يدخل الموسم بتعداد النقص قد يدفع الثمن لاحقا. هل ستتحرك الإدارة لإتمام صفقات جديدة؟ وهل سنرى فعلا 4 أو 5 صفقات تدعيمية قبل غلق الميركاتو؟ أم أن الإدارة ستكتفي بالتعداد الحالي وتمنح بالحسين مهمة لإيجاد الحلول من داخل المجموعة؟ برأيكم ما هو المركز الذي ترون أن شبيبة القبائل تحتاج إلى تدعيمه أولا؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديد شبيبة القبائل وآخر أخبار ميركاتو شبيبة القبائل 2026.